السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اصدقائي، كيف ما وعدتكم دائما كنجيب لكم الاخبار الحصريه على برنامج لاله العروسه في الدوره ديالو 19 سنه 2025. جبت لكم معلومات على البرايم الخامس، شكون اللي غادي يتقصى. كيف ما شفتوا اصدقائي بلي الكوبل مدينه برشيد كانوا في مرتبه الاقصاء، ولكن حلفهم الحظ وغادي يستمروا حتى البرايم الرابع. المهم غادي تشوفوا باللي البرايم الرابع غادي يتم الإقصاء مدينة برشيد ابتسام وامين غادي يغادرونا. المهم اصدقائي، ما حلفهمش الحظ انهم يستمروا في البرنامج، وغادي تشوفوا مسابقات منافسه بين المتباريين في البرنامج لاله العروسه البرايم الخامس. وغادي نشوفوا عوده مدينه قنيطره، حياه وعبد الحكيم اللي غادي يكملوا المسابقه في البرايم. وكذلك اصدقائي غادي نشوفوا بكاء ديال حبيبه، الام ديال اسماعيل، بمدينة تطوان اللي غادي تبكي بالفرحة لأن نورا واسماعيل غادي يعطيوها 10 ديال النقاط باش أنها تفوز بعمرة. المهم أصدقائي، في البرايم الخامس غادي نشوفوا الكوب اللي غادي يغادرنا للأسف، ما غاديش يكمل في البرنامج. كان كيطمح وكيتمنى انه يوصل لقب لاله العروسه كباقي المتباريين ويفوز بشقة الاحلام والعرس الاسطوري، ولكن للاسف ما حلفهمش الحظ اللي هما الكوبل ديال تركيا حجيبه واشرف اللي كترافقهم الام ديالهم فوزيه. المهم هما اللي غادي يتقصاو في البرايم الخامس برنامج لاله العروسه الدوره ديالو 19 2025. كيف ما شفتوا اصدقائي باللي المنافسه بين المتباريين مستمره، كلهم باغيين يفوزوا بلقب لاله العروسه اللي هي شقة الاحلام والعرس الاسطوري. المهم ما حلفهمش الحظ اصدقائي، هذا هو قانون ديال اللعبه وقانون ديال المسابقه. كل برايم كيتقصى كوبل، وفي الاخير غادي نشوفوا غير المحظوظ اللي غادي يفوز بلقب لاله العروسه سنه 2025. وشكرا لكم بزاف اصدقائي على الوفاء ديالكم. نتمنى انكم ديروا جيم للفيديو، ونتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ونتمنى انكم تدعموني باش هكا ديما نحط لكم الجديد على البرنامج لاله العروسه في الدوره 19 سنه 2025. شكرا لكم بزاف على الوفاء ديالكم. حظ موفق للمتباريين، وبسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.